لو انت عايز تلاقي سكن في المانيا، سواء انت جاي من بره المانيا او في المانيا ورايح مدينه جديده فعايز تنقل فيها وبتدور على سكن فيها، هتدور فين؟ اولا في موقعين مشهورين جدا هنا في المانيا، اي حد بلا استثناء بيستخدمهم، وهو اول موقع فيهم اسمه imoscout.de، هكتبه لكم على الشاشه او هسيبه في اول كومنت. والموقع التاني اسمه ايموفال. هما الموقعين دول فيهم كل حاجه. اولا الموقعين متقسمين بشكل كويس جدا، فتقدر لما ممكن ابقى اعمل لكم توتوريال يعني لو حابين ازاي ندور على شقه مع بعض. اولا بتدور على حسب المساحه، لو انت مثلا عايز شقه اكتر من 30 متر اكتر من 40 متر بتقدر تعمل ادجستمنت او تقدر تظبط الفلتر بتاعها على كده. في فلتر تاني للبادجت، انت عايز شقه ايجار في حدود قد ايه، او البادجت بتاعك ماكسيمم قد ايه، فبتقدر تحط الرقم اللي انت عايزه. فيها فلترز حاجات كتيره جدا. فيها فلتر لشكل الشقه ايه، هل فيها بلكونه ولا لا، لان في شقق كتير للاسف ما بيكونش فيها بلكونات هنا في المانيا. بلكونه يمكن عندنا في مصر هي جزء اساسي من اي شقه، لو رحت اي شقه بصرف النظر عن مساحتها لازم يكون فيها بلكونه، لان احنا بنستخدم البلكونه في الغسيل وفي الحاجات دي. هنا ده مش اساسي، فممكن عادي جدا تلاقي شقق ما فيهاش بلكونات، وخصوصا لو الباو او مباني قديمه يعني، فغالبا ما فيهاش بلكونات. ولكن لو انت حابب اوبشن ان يكون فيه بلكونه فممكن تعمل فلتر يعني وتختار الاوبشن فيه بلكونه. حاجه تانية ان هي الشقه مثلا تكون المبنى يكون جديد، او يكون مثلا مبني من بعد سنه 2000، ممكن برضو يعني كل دي فلترز موجوده في الويب سايت، بجد بتسهل عليك انك تلاقي الحاجه المناسبه ليك. حاجه تانية، فلتر تاني مهم، الناس اللي ما بتحبش تسكن ولا في الارضي ولا في اخر دور اللي هو الدخل بشاص، برضو ينفع تعمل سيلكشن ان انت عايز اسمها ايتاجا فونونج. ايتاجا فونونج اللي هي شقه في دور طبيعي، ولا هي اخر دور ولا هي في الارضي. في فلتر تاني مهم جدا للمطبخ فلو انت بتدور خلي بالك ان انت تظبط الفلاتر الصح اللي هتخليك تلاقي حاجه فعلا يعني مناسبه ومريحه ليك. لو انت جاي المانيا جديد، انا كنت عملت فيديو قبل كده في الشقق اللي ممكن تتاجر او تتباع، بس انا بتكلم حاليا عن الايجار، ان ما يكونش فيها مطبخ، بيأجرها لك من غير مطبخ. ما بيه... المطبخ هنا اسمه اين باو كوشا. اين باو كوشا احيانا بيختصروه ل اي بي كي، اين باو كوشا. فلو لقيت الاختصار ده معناه ان الشقه فيها مطبخ، ولو ما فيهاش مطبخ فبيقول لك ان هي ما فيهاش مطبخ. وطبعا ده بيبقى اختيار شخصي على حسب، يعني ممكن حد يختار شقه من غير مطبخ لانها بتكون ارخص، ممكن تكون هي الاوبشن الوحيد اللي قدامه في المكان اللي هو رايحه فغصب عنه يضطر ياخدها. ولكن في شقق تانية برضو بيكون فيها مطابخ وبتريح عليك بقى يعني التعب ومشقة ان انت تنزل تدور على المطبخ وادوات وحاجات وبتاع، والموضوع بيبقى مكلف جدا بصراحة. ف في النهاية انت بتختار الشقة اللي انت عايزها بالمواصفات اللي تريحك. و زي ما قلت هما الموقعين دول بجد معروفين للموضوع ده، وتقدر يعني تلعب بقى بالفلترز، يعني تدخل وتظبط وتشوف وهتلاقي حاجات كتيرة جدا، هتلاقي اوبشنز كتيرة جدا. طيب هنفترض ان انت دورت ولقيت حاجة عجبتك، تمام؟ ايش بن انترسيت، غالبا بيحطوا الكلمة دي تحت الاعلان، ايش بن انترسيت اللي هو انا عندي يعني مهتم يعني بالاعلان ده. فالمفروض ساعتها هتعمل ايه؟ او لازم طبعا تسجل على الموقع عشان الخطوة اللي انا هقول لك عليها دلوقتي دي. لو انا دلوقتي دخلت ودورت لقيت مثلا 3 4 شقق كده شكلهم حلوين وعجبوني، المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انا احاول يعني ادوس على ايش بين انترسيت، وغالبا بتطلع رساله اوتوماتيك على ال زي كونتاكت فورم كده، زي استماره بتملاها وبتوصل للشخص صاحب الشقه دي، فبتقول له ايش بين انترسيت وبتعرفه بنفسك انت مين واسمك ايه، وان انت مهتم بالشقه يعني او مهتم بالاعلان، وان انت حابب تشوف الشقه. طبعا انت لما يعني عشان تشوف الشقه هنا بتحتاج حاجه اسمها بزيشتجونسترمين. بزيشتجونسترمين هبقى اكتب لكم الكلمه عشان لو حد جاي لسه ما يعرفش بزيشتجونسترمين، هتقول له ايش هيتا جانا عن بزيشتجونسترمين، وممكن تقول لي مثلا ايه الاوقات المناسبه ليك. ففي الحاله دي وغالبا هم بيردوا عليك، يعني بعد ما بتبعت لهم الاستماره دي ممكن يردوا عليك كمان في نفس اليوم، يعني لو هو مستني مثلا حد ان هو يعني يجي يشوف الشقه. في ناس بتبقى مستعجله عايزه تاجر بسرعه فبيردوا بسرعه، وفي ناس ممكن تكون يعني حبالها طويله شويه فممكن ياخد كام يوم على ما يرد عليك، ولكن في النهايه بيردوا يعني سواء بالايجاب او بالسلب. بالايجاب اللي هو يقول لك اوكي انا مثلا فاضي يوم كذا الساعه كذا، هتقدر تيجي في الميعاد ده ولا لا. فلو انت بتاخد ميعاد من حد هنا في المانيا، يعني المان، مواعيد الماني، مش ان شاء الله بعد 5 6 ساعات تروح المكان، لا، ميعاد الساعه 7 تروح الساعه 7، ميعاد الساعه 5 لازم تبقى هناك الساعه 5، والافضل كمان 5 دقائق او 10 دقائق قبلها. يعني انا افتكر مره كان عندي فيزيت مستنين، كنت رايحه اتفرج على شقه وكده،
وانا نازله في معادي وكل حاجه، ووصلت هناك في معادي وكانت الميعاد كان الساعه 7 بالليل في الصيف، فكانت الدنيا لسه منوره يعني. فالمفروض ان انا الساعه 7، فانا وصلت هناك الساعه 7 ودقيقتين او 3 دقائق، يعني واحده 3 دقائق تقريبا. فالراجل اتصل بيا اتصل بيا الو هلو كومن زي هايتنو، لو انت هتيجي النهارده ولا نكنسل تخيل وصل دقيقتين، اتاخرت عليه دقيقتين ولا 3 دقائق، اتوهوش واتصل بيا اللي هو هستناكي ولا همشي، عشان مش عايز اضيع وقته يعني. فانا كنت قدامه، يعني انا كنت اصلا يعني كان معايا واحده صاحبتي كانت بتوصلني، فاحنا كنا قدام انا شايفاه هو بيكلمني في التليفون انا شايفاه بيكلمني، قلت له انا شايفاك بس نخ انطعك، احنا بنركن وهنجيلك يعني، بس انا شايفاك. لولا ان هو يعني اطمن ان احنا في المكان، لولا ما استنى، غير كده كان ممكن يمشي اصلا. ودي حاجه تانية، لو انت رايح فيزيت كونسلمين مع المان وما ظهرتش في وقت الميعاد، الراجل ده كان عنده ذوق ان هو اتصل ده كده عنده ذوق يعني بس في ناس تانية ما بيفرقش معاها اصلا، بيمشي يعني، هو بيمشي وانت بعد بقى تاخد المشوار لحد هناك، ويا سلام بقى لو انت جاي من مدينه تانية وبقالك ساعه مثلا في الطريق ولا حاجه، وتروح هناك تخبط وترن الجرس عشان انت جاي متاخر 5 دقائق، 5 دقائق مش بتكلم في نص ساعه، 5 دقائق، هو ممكن يكون مشي اصلا يعني. وتتصل بيه يقول لك زو شبيتكو كومن لو انت جيت متاخر، انا مش هينفع استناك، انا مشيت. فهتعمل له مش هتعمل له حاجه طبعا ساعتها يعني، هتتضايق جدا ان انت يعني رحت المشوار ده كله على الفاضي. فالافضل يعني عشان ما تخشش في الحوارات دي، لو انت رايح بزيت مستلمين او اي ترمين اي ميعاد هنا في المانيا، لازم تروح في ميعادك. بلاش يا جماعه نتاخر، عشان بجد بيدي اولا انطباع مش حلو عننا، وبيحسسوا ان انت انسان مش جد في مواعيدك، فاكيد مش تبقى يعني، بيدي انطباع وحش شويه ان هو لو اجر لك الشقه انت ممكن تكون كمان مش جد في الدفع يعني، وممكن يكون في مشاكل، فممكن يستبعدك اصلا يعني. حتى لو رحت يعني كده ووراك الشقه، غالبا هيبقى يعني عنده حته كده جواه شك من ناحيتك ان انت مش الشخص المناسب يعني للمكان. فخلي بالكم لما نروح الميعاد لازم نروح في ميعاد في ميعاده بالظبط، تمام. الناس دي ما عندهاش خلق يعني يعني بيتخانقوا بسرعه مننا. ف دي اول حاجه. طيب تمام اوكي، انا دورت على الموقع لقيت الشقه واخدت بوزيشن مستلمين ورحت الميعاد مظبوط وشفت الشقه وعجبتني. اولا انا البوزيشن مستلمين كمان حاجه عايزه اقولها، لو انت حد بره المانيا ومش متاح ليك انك تيجي يعني من مكانك عشان تشوف الشقه، خلاص انت مش تقدر تعمل افضل من كده غير ان انت تدور بقى وتشوف صور كويسه. وممكن في الحاله دي كمان احيانا ممكن تطلب منه ان هو يروح الشقه ويعمل هو بوزيشن مستلمين فيديو كول، ان هو يفتح فيديو كول معاك ويوريك الشقه ويوريك كل حاجه. على فكره دي حاجه عادي بتنفع احيانا، وكان في وقت الكورونا كمان كان منتشر قوي الموضوع ده. فلو انت حد من بره مصر من بره المانيا وجاي من دوله تانية او كده، ينفع تقول له انا هعمل معاك زوم ميتنج او على ايا كان بقى ماسنجر، او شوف انت عايز تكلمه ازاي، وهنتكلم في الوقت ده، وانت تروح هناك ويفرجك على كل حاجه وكل تفصيله، لو في اجهزه، لو في الحيطان، السقف، الارضيه، كل حاجه تمام، عشان لما تيجي ما تتصدمش ويطلع مثلا كان في حاجه في الشقه مش هما مش بيكذبوا بس ممكن يخبوا يعني يعني ممكن ما يقولكش مثلا ان الشقه فيها كذا وكذا الا لو انت سالته. فالافضل ان انت تشوف كل حاجه على قد ما تقدر. الكلام ده لو انت بره المانيا، فانصحك يعني انك تعمل الموضوع ده، هيفرق معاك كتير وهيديك انطباع افضل عن المكان يعني. وكمان لو في ان هو تقدر تقول له وريني كمان الشارع من بره، يعني احيانا دي حاجه برضو تانية مهمه، احيانا الشقه من جوه بتبقى حلوه يعني بتبقى تحفه وجميله وكل حاجه، بس البيت من بره قديم، المدخل قديم، الف باو مثلا، في اماكن هنا انا زرتها كنت بعمل فيها فيجيتابلز، السلم خشب، البيت قديم جدا، اللي كان الشقه مثلا هو كان اخدها ووضبها وعاملها مودرن جدا، فالصور بجد كانت مبهره جدا. الصوره بتاعت الشقه تحفه يعني، احنا رحنا على الصور بس، لكن احنا ما نعرفش الشقه دي موجوده فين، شكل البيت ايه، ولا الشارع عامل ازاي. بس لما رحنا الباو يعني تقريبا بقاله 100 سنه ولا حاجه المبنى، والسلالم بتاعته خشب، مفيش اسانسير طبعا، فلو انت يعني شخص كسول يعني الموضوع هيبقى صعب انك تطلع وتنزل كل يوم سلالم سلالم سلالم، دي حاجه. والحاجه الثانيه لو انت مش كسول بقى، لو انت عندك اطفال يعني ومعاك كيندر فاجن، معاك العربيه بتاعت الاطفال دي، هتطلع بيها ازاي؟ فده مش سكن مناسب خالص طبعا لاي حد عنده اطفال. فعشان كده لو حد مثلا بيدور على حاجه مثلا بشكل افضل، فالافضل انك تطلب منه الفيديو كول جوه الشقه وبره الشقه كمان، مدخل العماره والشارع احيانا، لو شقه في على شارع عمومي، لو شقه حواليها مثلا مكان كويس، مقطوعه في حته مهجوره، يعني تبقى عارف الشقه بتاعتك دي فين عشان ما تكتبش العقد وتدفع له الايجار والحاجات اللي انا لسه هقول لك عليها دلوقتي. وبعد ما تيجي المكان ما يبقاش عاجبك او تبقى قاعد متضايق لان الشقه مش احسن حاجه زي ما انت كنت متخيل. فدي اول حاجه.
طبعا دي الكيس للناس اللي هي